التراكمات بتحصل لما تفضل تأجل يوم ورا يوم، تفكر انك مش هتعرف تخلص كل اللي عليك، والنتيجة توتر وضغط واحساس انك مش هتلحق. بس بدل ما تفضل قلقان، تعال نشوف ازاي نحل المشكلة دي بطرق عملية تناسب اي حد. رقم واحد، ابدأ من آخر حاجة اتشرحت. ما تحاولش تذاكر من الأول لأن ده هيضيع وقتك. ركز على الدروس اللي لسه جديدة وابدأ منها. اتنين، ذاكر في مكان مختلف عن اللي بتضيع فيه وقتك. يعني لو متعود انك تقعد على السرير بالموبايل، صعب تذاكر هناك. جرب تذاكر على المكتب او حتى في مكان جديد يخليك تدخل في مود المذاكرة. تلاتة، قسم اليوم لأجزاء صغيرة. ما تحاولش تذاكر 10 ساعات في يوم واحد، ابدأ بساعتين مقسمين على فترات وبعدها زود الوقت تدريجيا. أربعة، سيب الموبايل بعيد عنك. أكبر سبب بيضيع وقتك هو الموبايل. جرب تحطه في أوضة تانية أو تستخدم تطبيقات يقفل التطبيقات اللي بتشتتك. خمسة، ابدأ بأي حاجة حتى لو بسيطة، ما تستناش الحماس وافتح الكتاب، ذاكر أول سطرين، اكتب أول كلمة. المهم إنك تبدأ دلوقتي وهتلاقي نفسك بتكمل تلقائيا. ولو هتفضل تستنى الوقت المثالي، فعاوز أقول لك إن الوقت ده مش هيجي أبدا. الحل إنك تبدأ دلوقتي حتى لو بمجهود بسيط، ومع الوقت هتلاقي نفسك خلصت أكتر مما تتخيل.